ازيكم عاملين ايه؟ معاكم منى من اسوان وفيديو جديد. بقالي 3 شهور عايزة انزله. الفيديو مختلف شوية عن المعتاد وبيتكلم عن تجربة شخصية، وهي سداد الدين او الضائقة مالية او الغارمات. طبعا كلنا عارفين الآية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. طيب ده كله ماله بيا وإيه هي تجربتي الشخصية؟ أنا عندي صاحبتي كان عليها دين كبير وحاسة إنها مش هتقدر تسدده وخلاص حياتها هتفضل كلها بدين. وقتها قلت لها قولي اللهم سدد عني ديني وتأكدي وثقي ان ربنا هيفتحها عليكي. قالت لي بس المبلغ كبير يا منى ومش ممكن هعرف اسده. قلت لها سيبيها على ربنا، ربنا كريم وقادر انه يفك كربك ويسدد عنك الدين، بس صلي واطلبي من ربنا وانتي واثقة انه هيحلها من عنده. وفعلا جت في يوم بتقولي انا صليت قيام الليل كالمعتاد، وامبارح كنت ببكي وانا بصلي ودعيت ربنا انه يسدد عني ديني، وبجد خزاين ربنا كتيرة وقادر انه يسدد عني الدين. قوم ايه بقى اللي يحصل في خلال عدة شهور؟ مفاجأة ربنا، ومفيش احلى من مفاجآت ربنا لينا. يكون في فلوس هتجيلها ومعروف الفلوس كام، تروح بقدرة قادر ربنا ينزل قرار ان الفلوس دي بدل ما كانت كذا تكبر والمبلغ يكبر. زي ما بقولكم كده ربنا قادر يا جماعة، والفلوس دي تكون هي قيمة الدين اللي عليها بالجنيه وبالقرش، المبلغ الكبير اللي كانت بتقول مش ممكن اعرف اسدده. بس عشان جددت نيتها وغلبت نفسها ودعت ربنا الكريم الرحيم: يا رب أنا الضعيف بلجأ لك إنك تسدد عني ديني. وطبعا قبل الدعاء بنثني على الله، وبعدها الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها اللهم سدد عني ديني، وتاني بثني على الله سبحانه وتعالى، ثم بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مهما كان المبلغ كبير، لو 1,000,000 وانت مرتبك صغير، انت بس قول يا رب سدد عني ديني وجدد النية مع نفسك وحسن علاقتك بربنا. الخلاصة ليكم وليا، ربنا قادر على كل شيء. ربنا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انت يلي نفسك في شقة، وانت يلي نفسك في عربية، وانت يلي نفسك تتجوز، ادعي ربنا بيقين، اطلب لعلها ساعة إجابة. وقادر ربنا زي ما فرحها وخلاها تبكي من سعادة سداد الدين، يخليكم انتوا كمان تدمع عيونكم فرح وفرج من رب العالمين. وبس كده خلص الفيديو النهاردة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش شير ولايك وعرف الغير. مع تحياتي منى من أسوان.